العلاقة بين مصر ومنظمة اليونسكو علاقة ممتدة إلى أكثر من 70 عامًا، فقد كانت مصر من الدول المؤسسة للمنظمة من خلال التوقيع على نظامها الأساسي في 16 من يناير عام 1945. وكانت من بين أول 20 دولة صدقت على ميثاقها. ومن أجل حشد الدعم الدولي على ترشيح مصر للسفيرة مشيرة خطاب كمدير عام منظمة اليونسكو، وصلت السفيرة مشيرة خطاب إلى العاصمة الألمانية برلين للحصول على الدعم الألماني ولا سيما الأوروبي للتصويت على تولي مرشحة مصر منصب مدير عام منظمة اليونسكو. أنا قدمت لطلب مساندة ألمانيا لترشيحي لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو. بالأمس في المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو تم إجراء المقابلة الشفهية معي لمدة 90 دقيقة، وده أول تصريح أنا بديه بعد هذا اللقاء المهم. الحوار اللي دار لمدة 90 دقيقة معي باعتباري أحد المرشحين، وأنا حظي إن أنا كنت أول واحدة، يعني هم سحبوا القرعة وأنا كنت أول واحدة. قدمت رؤيتي لهذه المنظمة العريقة العظيمة والتي تواجه تحديات جامة. وقد ألقت السفيرة مشيرة خطاب محاضرة هامة بمقر السفارة المصرية بالعاصمة برلين، دعي إليها مسؤولين من وزارة الثقافة وبرلمانيين وسفراء عرب. كما ألقى البروفيسور ديتريش شراو مدير المتحف المصري بمدينة لايبزيغ الألمانية كلمة أشار فيها إلى الاكتشافات الأثرية الحديثة بمصر وأهمية مصر كقبلة للآثار والثقافة والحضارة في العالم. Ich denke mal, das kulturelle Erbe Ägyptens prädestiniert geradezu, einen Vertreter Ägyptens auch einmal dieses Amt innezuhaben. Und ja, wir alle wünschen Ägypten viel Glück. احنا بنعول طبعا على الدعم الألماني للترشح المصري، لأن آن الأوان لتحصل مصر على هذا المنصب الرفيع. 58 دولة لها حق التصويت في انتخابات اليونسكو، حيث يتنافس 4 مرشحين عرب على المنصب، أبرزهم السفيرة مشيرة خطاب التي حصلت على دعم المجموعة الإفريقية عبر قرار صدر عن القمة الإفريقية التي عقدت العام الماضي في رواندا. مصر تنافس على منصب مدير عام منظمة اليونسكو بمرشحة تحمل سيرة ذاتية ثقيلة من العمل الوزاري والدبلوماسي والاجتماعي والثقافي أيضا، لتكون الأبرز بين المرشحين على هذا المنصب. من داخل السفارة المصرية، إيمان البكري، النيل للأخبار، برلين. مصر تنافس على منصب مدير عام منظمة اليونسكو بمرشحة تحمل سيرة ذاتية ثقيلة من العمل الوزاري والدبلوماسي والاجتماعي والثقافي أيضا، لتكون المرشحة الأبرز بين المرشحين على هذا المنصب. من داخل السفارة المصرية، إيمان البكري، التلفزيون المصري، برلين.